اول ما هتتعب وتنام في السرير تفتكر جملة واحدة بس، ان انا ما كانش ينفع اجي على نفسي عشان اي حاجة تانية، وما ينفعش اجي على صحتي عشان حاجة تانية خالص. ساعتها هتفتكر ان محدش هيبقى جنبك غير اللي بيحبك بصدق، محدش هيبقى جنبك غير اللي خايف على مصلحتك ومش عايزك تقع، مش عايزك تضيع، عايز يلحقك. انا مهما عملت ما ينفعش خالص اهمل في صحتي. ساعتها هتفتكر ان انا لو في علاقة مؤذية وتعبتني نفسيا، من حقي ان انا مش هتبقى ندل ولا خاين ولا بايع، بالعكس هتبقى شخص عرفت تقدر نفسك وتحمي نفسك من اي اذى. ساعتها هتفتكر ان انا ما ينفعش اكمل في اي مكان او شغل او مع ناس بتأذيني سنين وانا ساكت وباجي على نفسي وبستحمل. ما انت اللي هتتعب، محدش هيجي ينقذك من اللي انت فيه غيرك انت، فخاف على نفسك. لما تتعب افتكر ان انت حقك ترتاح، لما تتأذي افتكر ان انت لازم تمشي، مش لازم تفضل مكمل عشان تطلع انت الشخص اللي بيصلح كل حاجة. مش كل حاجة ينفع فيها التأني، مش كل حاجة ينفع فيها التأجيل. عمرك بيروح وانت في المكان الغلط. بس كده، سلام.